السلام عليكم. الجوافه اليومين دول رخيصه وماليه السوق، يلا بينا نستغل الفرصه ونجيب ونخزن لرمضان. انا رحت السوق اشتريت 6 كيلو من الجوافه. اشتريت الاول 2 كيلو سعر 30 جنيه، يعني الكيلو ب 15 جنيه، الكبيره اللي انتوا شايفينها في ايدي دي. واشتريت 4 كيلو ب 30 جنيه، يعني سعر الكيلو 7 ونص، اللي هي الصغيره اللي في الصينيه دي. اشتريت الكبيره دي وقلت تبقى للاكل، والصغيره هخزنها، فمش فارق اذا كانت كبيره او صغيره، كده كده هتتقطع وتتضرب في الخلاط. بس عارفين، هاكل الصغيره واخزن الكبيره، لان الصغيره سبحان الله طلع طعمها سكر، اما الكبيره مسخه، فخزنا الكبيره. طريقتها سهله جدا. انا غسلت الجوافه كويس وقطعت العين اللي فوق والعين اللي تحت، وبعد كده هتقطعيها باي طريقه تعجبك. انا قطعتها شرايح، اظن مفيش اسهل من كده. عايزه اقول لك ان الجوافه دي غنيه جدا بفيتامين سي. وبعد ما قطعتها بقى هحط ربع كوبايه من السكر. انا هنا خزنت حوالي 3 كيلو، حطيت ربع كوبايه من السكر، وهتقلبيها كويس في السكر. تمام كده. وبعد كده هتعصري ليمونه. طب احنا بنعصر الليمون ليه؟ علشان ما تسودش. اظن مفيش اسهل وابسط من كده. وهاتي بقى اكياس التلاجة، وعبي بقى في اكياس التلاجة على قد الكميه اللي انت بتحتاجيها، على قد كميه العصير اللي انت بتحتاجيها. وحاولي ان انت تطلعي الهواء من الكيس، وعلى الفريزر على طول، تفضل معاكي من السنه للسنه. اظن مفيش ابسط واسهل من كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وافادكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم، والسلام عليكم ورحمه الله.